من سجين محطم نفسيا إلى مليونير عالمي، شخص كانت الجريمة هي طريقه في الحياة. تم القبض عليه في قضية قتل وسرقة معا، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما. هو من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروف في الولايات المتحدة الأمريكية إذا تم سجنك فإنه يتم تدمير حياتك مستقبليا. أيضا لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية إذا تم سجنك مسبقا لا تجد وظيفة بعد خروجك من السجن، ولا تجد ما يؤهلك للحصول على الأموال. ولكن هذا الشخص أصبح مليونيرا بفكرة قام بها وهو بالسجن. السجين القاتل الذي يدعى كلايد بيزلي. أثناء حبسه لمدة 11 عاما في السجن بتهمة القتل والسرقة، كان من عادة كلايد أنه كان يتابع مباريات الجولف والبلياردو على التلفاز يوميا، حتى أدمن هذه المباريات وكان يشاهد جميع المباريات ولا يمكن لمباراة أن يتركها دون أن يشاهدها. ذات يوم كان هناك مباراة لأحد أهم أبطال مباريات الجولف، وكانت آخر مباراة له. وفي هذا اليوم كان الجو ممطرا جدا، فانقطعت الكهرباء عن التلفاز ولم يستطع أن يشاهد المباراة، وكان في هذا الوقت شديد الغضب بسبب ما حدث. ولكن بعد فترة من الغضب قد هدأ وأحضر ورقة وقلم، وقرر أن يقوم باختراع لعبة لا يوجد فيها انقطاع الكهرباء عنها. وقام فعلا بالتخطيط وقام برسم اللعبة التي كان يخطط لها، ووضع قوانين مناسبة لها. وبعد إتمامه فترة السجن قد خرج، ولكن لم يبحث عن وظيفة مثل باقي البشر، بل خرج من السجن مباشرة إلى محل الأدوات، لأنه كان يريد شراء الأدوات اللازمة لصناعة اللعبة. كان يملك وقتها 60 دولارا فقط. قام بشراء الأدوات اللازمة لصناعة لعبته الخاصة. كانت هذه اللعبة تجمع بين الجولف والبلياردو. بعد أن اشترى الأدوات اللازمة لصناعة اللعبة قام بصناعتها، وقام بدعوة أصدقائه للعب هذه اللعبة، فأعجب بها أصدقاؤه كثيرا، فقام بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي أن يذهب ليستثمر هذه اللعبة. فذهب إلى بعض المستثمرين ليساعدوه على نشر هذه اللعبة، ولكن رفض الجميع أن يساعدوا. ولكن مثل هؤلاء الأشخاص لا يحبطون بسهولة ولا يهزمون بسهولة. عندما كان ذاهبا لأحد المتاجر العملاقة ليشتري شيئا، قام بتقديم طلب أن يقابل المدير، فقابله وعرض عليه الفكرة، فأعجب بها صاحب المتجر العملاق وقرر أن يساعده في نشرها. وحقا نشروها، وتم نشرها في العديد من الأماكن. وكان أول مكان وضعوه فيه هذه اللعبة كان مكانا يذهب إليه الأثرياء ليلهوا، وأعجب بها الكثير من الأثرياء. أعجبوا بهذه الفكرة وهذه اللعبة، ثم انتشرت اللعبة على مستوى العالم. ومن هذا الوقت قد أصبح كلايد مليونيرا، لأنها بيعت في العديد من الأماكن. حصل كلايد على 5.5 مليون دولار في أول سنة قام بنشر هذه اللعبة، والآن قد يتعدى أكثر من 5 ملايين بكثير. إذ أعجبك الفيديو قم بالضغط على زر الإعجاب، وقم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. قناة المعلومة.